عليكم ورحمة الله وبركاته. أغلى أخوات في الدنيا، عاملين إيه يا حبايبي؟ هشارككم تاني الأكل بتاعي. عاملين إيه؟ كل سنة وكل إخواتنا المسيحيين بخير يا رب. جولي حبيبة قلبي، يارا ريري، كل سنة وانتوا طيبين يا حبايب قلبي. النهاردة بقى قلت هعمل صينية بطاطس. أنا هعملها بفراخ بس مش هعمل الفراخ عليها الصراحة، هعملها لوحديها. حابه اعمل الفراخ كده بطريقه حلوه وتكون خفيفه، وصينيه البطاطس هعملها عادي قرداحي زي ما بنقول وبتطلع جميله قوي. انا هنا حضرت البطاطس اهي، قشرتها، بس البطاطس بتاعه اليومين دول مليانه طينه، فقشرتها الاول وغسلتها وبعد كده هقطعها. والبصلايه برضو اللي هعملها معاها اهي. وهنا حضرت لها الطماطم عشان بس زي وقت الفيديو ما يطولش. الطماطم دي بتبقى عندي في الفريزر، بقشرها بتبقى جميله قوي من غير القش. معلش فصلت الفيديو بس ولادي كانوا بيضربوا بعض. الطماطم دي انا حاطه عليها بابريكا وحاطه ملح وكمون وفلفل ومكعب مرق، دي اللي هعمل بيها البطاطس. هعمل صينيه البطاطس وارجع لكم عشان وقت الفيديو زي ما قلت لكم، وهوريكم طريقه الفراخ. وهعمل النهارده برضو الباميه الصعيدي، بقالي كتير ما عملتهاش، تغيير عن الملوخيه. بصوا حبايبي، انا عارفه ان ممكن يكون الفيديوهات متكرره، بس انا يعني زي ما فهمتكم ان انا بحاول انزل اي محتوى عشان خاطر اليوتيوب. فيا ريت منكم انكم تدعموني وتتفرجوا على الفيديو للاخر وتحطوا اللايك وتعليق حلو منكم. خليكم معايا حبايب قلبي. حبايبي عملت اهي صينيه البطاطس. طبعا بحط بصل من تحت وبحط البطاطس، وبقيه البصله بحطها من فوق، وحطيت عليها حته سمنه اهي وفيها توابل وكل حاجه. هعلق عليها وارجع اعمل معاكم الفراخ. حبايبي عملت الفراخ اهي زي ما قلت لكم، مش هعملها على البطاطس، عملتها كده بطريقه اخف. قطعت لها بصلتين، حطيت لها ملح كمون فلفل مكعب مرق، سنه بابريكا، سنه كركم. الحاجات الغريبه دي اول مره اجيبها، التوابل دي. المهم يعني حطيتهم يدوا طعم اهو يا حبايبي. هحط لها نص كوبايه ميه واحطها على النار لحد ما تستوي خالص وازقها على الشوايه. والبطاطس عندي اهي على النار، وهروح بقى عشان احضر للباميه والرز. حبايبي انا كده خلصت، عملت الباميه اهي، بصوا خضرة وجميله. اللي عايز يعرف طريقتها هيشوفها على القناه، انا عاملاها. دي اللي هي الباميه الويكا الصعيدي اللي بتتضرب بالشوربه. بنسلقها في شوربه وبعد كده بعد ما بتهدى شويه بنضربها بالخلاط ونعمل لها طشه زي الملوخيه اهي. انا جبتها اكياس عشان دلوقتي في السوق متهيألي مفيش اللي هي الخضره الفريش اهي. ودي الفراخ يا حبايبي عملتها زي ما قلت لكم، طريقتها حلوه قوي وخفيفه، ببصلايه كده وشويه توابل كده سخن، بشويه توابل كده جميله يا حبايبي اهي. وحطيتها على الشوايه بعد ما استوت على البوتاجاز من فوق. وعملت رز واحده وواحده، عملته معاكم كذا مره. وعملت صينيه البطاطس من غير فراخ، بصوا حمرا وجميله ازاي اهو يا حبايبي. وتعالوا بقى كلوا معانا اهو اهو. ما تنسوش بقى يا حبايبي تحطوا لي لايك، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.